طيب امبارح اتكلمنا عن فكرة عدم وجود مدير كورة عنده الشخصية الكبيرة والشخصية القوية اللي يقدر بيها يحكم مجموعة اللعيبة الموجودة في النادي الأهلي. وهي كان الكلام على كابتن سيد عبد الحفيظ، وفي ناس طلعت وقالت لك طب ما هو كابتن سيد عبد الحفيظ كانت فيه أزمة أيام ما كان هو موجود مع موسيماني. يقول لك الأزمة اللي كانت موجودة مع أيام بيتسو موسيماني كانت أزمة بدنية. فريق كان بيلعب موسمين ورا بعض ظهر بعض كده، فطبيعي تشوف الأداء اللي حصل. حتى لما مشي موسيماني وجي سواريش نفس الأداء وأسوأ. قرار مجلس الإدارة بإراحة اللاعبين. طيب، لمن يقول إنه الكابتن سيد عبد الحفيظ ليس له أي تدخل في النتائج اللي بتحصل دي، أقول لك خليني أعرض عليك بعض الأرقام اللي حصلت بعد رحيل كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ رحل في يوم 4/8 تحديدا، قبل التوقف الدولي مباشرة. كان آخر مباراة لعبها النادي الأهلي كانت أمام النادي المصري، فاز فيها النادي الأهلي 2-1. طيب، أرقام حصلت من بعد تولي الكابتن خالد بيبو منصب مدير الكورة. تولى الكابتن خالد بيبو يوم 15/9. 15/9 اتولى الكابتن خالد بيبو إدارة كورة في النادي الأهلي. طيب، لعب فيها الأهلي 17 مباراة. 17 مباراة فيهم 7 تعادلات وفوزين، أو عفوا خسارتين، و8 مباريات فاز فيها النادي الأهلي. طيب، هل ده مؤشر جيد للنادي الأهلي؟ هقول لك إطلاقا لا. ليه؟ النادي الأهلي الخسارة بالنسبة له خلاص، هو الدنيا باظت كده. ولكن الخسارة اللي حصلت في المباراتين اللي خسر فيهم النادي الأهلي هو خسارتين ببطولتين. واحدة قدام سان داونز خرجتك من الدوري الأفريقي، والتانية قدام اتحاد العاصمة الجزائري وخسرت السوبر الأفريقي في السعودية. إذا فرقتك كفرقة كبيرة ما قدرتش تفوز على الفرق الكبرى اللي موجودة في أفريقيا. فرق كبيرة وفرق متوسطة المستوى ما قدرتش إن هي تتهزم من النادي الأهلي. الأهلي من بعد تولي كابتن خالد بيبو في راحة كبيرة جدا جدا للعيبة، مش شايفة أي قرارات ضدها خالص. طيب، هل تولي كابتن خالد بيبو كان في محله؟ أقول لك مع كامل الاحترام لكابتن خالد بيبو، ولكن قرار كان خطأ من الأول. قرار مش صح من الأول. لما تكون أنت كنادي أهلي كلها 4 أيام وهتروح كأس عالم الأندية، قبل كأس العالم للأندية من يوم 15/9 ليوم احنا دلوقتي يوم 8/9/12، فأنت متعادل في 7 لقاءات، فايز في 8، خسران في 2، الاتنين دول ببطولتين. فده مؤشر مش جيد.